قال لك دلوقتي هي غدد لها قناة خاصة بها تفرز هرمونات، وعشان كده لجأ الفلاسفة لاستخدام الرموز بدلا من اللغة، لأن اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم طلبة أولى ثانوي؟ معكم مستر أحمد الشاذلي مدرس فلسفة وعلم النفس. هنكمل مع بعض نشأة الفلسفة. خدنا المرة اللي فاتت وخدنا تعريف الفلسفة، خدنا أهمية الفلسفة بالنسبة للإنسان بالنسبة للمجتمع. تعالى بقى لما نكمل مع بعض النهارده إيه هي وظائف التفكير الفلسفي. وظائف التفكير الفلسفي عندنا بتنحصر في 3 حاجات: تفسير واقع، تغيير الواقع أو المجتمع، واستشراف المستقبل. تفسير الواقع يعني تفسير يعني أنا ببحث عن أسباب أشياء أو إزاي الأشياء دي بتحصل، ولو أنا عندي مشكلة فمش هقدر أحلها غير لما أدور على سببها. فهنا دلوقتي تفسير الواقع بيقول لك إن الفيلسوف بيبقى منشغل بالواقع الذي يعيش فيه، يعني الواقع اللي أنا موجود فيه ده ببقى منشغل بيه جدا. فإذا وجد الفيلسوف في المجتمع الذي يعيش فيه مشكلة قام على الفور بالبحث عن أسباب هذه المشكلة. يبقى لو وجدت أنا مشكلة في المكان اللي أنا قاعد فيه بدور على سببها وأحلها، فده اسمه تفسير الواقع. قال لك تعد أول وظائف وأهم وظائف التفكير الفلسفي. هيكون الفيلسوف مشغول بالواقع الذي يعيش فيه ومحاولة تفسيره تفسيرا شاملا ليصل إلى أسباب ما يجري فيه من أحداث سواء كانت علمية أو اجتماعية أو سياسية. مهمة الفيلسوف ليست مجرد وصف الواقع وتفسيره، فهو لا يقف عند الأحداث، يعني ما بيهتمش بالأحداث اللي موجودة بس، لا ده بيشوف الأحداث دي هتؤدي إلى المستقبل أو إيه هي توابعها. ربط عالم الاجتماع أسباب البطالة في المجتمع بأسباب السياسة والاقتصاد. قيام المعلم بالبحث عن أسباب البعيدة لانخفاض مستوى الطلاب العلمي في مادته الدراسية. يبقى هنا ده تفسير بيدور على أسباب. تعال بقى لما نخش على الجزء الثاني ايه هو تغيير الواقع. قال لك دلوقتي إذا وجد الفيلسوف في المجتمع الذي يعيش فيه مشكلة قام على الفور بتغييرها، مش هسيبه المشكلة دي. زي ايه بقى تغيير الواقع؟ قال لك زي مثلا تغيير مصر ما قبل ثورة 25 يناير وإصلاح أسباب فساد مصر إلى الوقت الحالي. يعني هنا دلوقتي كان في وقت فساد، دلوقتي بقى وقت كويس. هنا ده تغيير ولا مش تغيير؟ تغيير. أو إصلاح أفلاطون المجتمع الأثيني، دولة أثينا دولة اليونان وما أفسده السوفسطائيين، تمام؟ وهنا دلوقتي طور حال أثينا للأفضل، يبقى ده اسمه تغيير الواقع. تقوم الفلسفة بتغيير الواقع إذا وجد الفيلسوف في عصره أمر ما يستدعي التغيير أو العلاج قام على الفور بتغييرها. تعال مثال طالب الفيلسوف كارل الفلاسفة والعلماء بالتصدي لخطر القنبلة الذرية. وضع إحدى المفكرين حلول لمشكلة الانفجار السكاني تتمثل في التخطيط لجذب السكان للمناطق الجديدة وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان. بمعنى صح إن أنا لما ألاقي في تكدس في المنطقة معينة، فلاقينا دلوقتي يجي الناس تروح عارضة إن منطقة معينة جديدة وفيها شقق بأسعار أقل، فالناس هتروح عليها، فهنا يحصل هنا المنطقة اللي فيها تكدس سكاني يبتدي يقل فيها التكدس السكاني، يبقى هنا تغيير الواقع. بعد كده الوظيفة الثالثة عندنا وآخر وظيفة استشراف المستقبل. الزمن لدى الفيلسوف 3 لحظات: ماضي وحاضر ومستقبل. يبقى هنا دلوقتي الزمن عند الفيلسوف كم لحظة؟ 3: ماضي وحاضر ومستقبل. قال لك ولكن الشاغل الأهم لدى الفيلسوف هو المستقبل، فهو يحاول معرفة مشكلات الحاضر ومشكلات الماضي وحلها لكي يتنبأ بالمستقبل. قال لك دلوقتي ينظر الفيلسوف إلى الزمن على أنه 3 لحظات: ماضي وحاضر ومستقبل، وهو دائما مشغول بها، لأن شاغله الأهم هو المستقبل، فهو يسعى إلى استشراق ما يمكن أن يحدث مستقبلا، لأن المشكلات الحاضر وأمراضه الفكرية والسياسية دائما ما تقلق راحة الفيلسوف. لذلك يفكر في التغلب على هذه المشكلات لكي يصبح المستقبل أكثر تقدما. مثال: تبنت الأمم المتحدة بالاتفاق مع 193 دولة على التنمية المستدامة لكل موارد الكرة الأرضية من خلال محاولة وضع حلول للتحديات العالمية مثل التصحر وفقر المياه. برضو زي ما اجتمع رؤساء الدول
عندنا في مصر في مؤتمر المناخ لتغيير المجتمع والعالم للأفضل، يبقى ده اسمه استشراف المستقبل. يبقى هنا دلوقتي خدنا كم وظيفة؟ 3: تفسير الواقع، تغيير الواقع، استشراف المستقبل. تعالى بقى لما نخش على عندنا وظائف التفكير الفلسفي، خلصناها، نخش على خصائص التفكير الفلسفي. عندنا 4 خاصيات من خصائص التفكير الفلسفي. أول خاصية عندنا الدهشة أو إثارة التساؤل. إيه هو الدهشة؟ ذاكرت الفلسفة، دخلت الامتحان لقيت أسئلة معرفهاش أصلا، أول مرة أشوف الأسئلة دي، ما اتدربتش عليها، فالوضع ده بيبقى بالنسبة لك عادي ولا دهشة؟ لا، دهشة. فهنا معناه إن أنا مخي ده راح ولا لسه موجود؟ لا، موجود، بفكر عادي، بس هنا دلوقتي أنا بفكر عشان أحل المشكلة. يبقى الدهشة معناها غياب العقل ولا وجود العقل؟ قالك الدهشة معناها هو انفعال عقلي وربما هزة وجدانية شديدة، وكلاهما يجعل الإنسان يقف مذهول أمام شيء غير مألوف، يعني شيء أنا مش متعود عليه أو خارق للعادة. فالدهشة هي انفعال عقلي وليس غياب العقل. زي دهشة نيوتن مكتشف الجاذبية من ظاهرة ما، تمام، حتى توصل إلى قانون الجاذبية. هو اندهش لما سقطت التفاحة وبدأ يبحث هي وقعت لتحت ليه، ما طارتش ليه، أو ليه ما جاتش بزاوية كده أو بزاوية كده، وليه نزلت عمودي، فعرف إن في جاذبية هنا، قدر يوصل لقانون الجاذبية. ده كان بالنسبة له أول مرة كان دهشة. طاليس أول ما اندهش أمام ظواهر الكون، فاكر طاليس؟ تمام؟ قالك في الوقت الذي كان انشغالات الناس تنحصر في تحصيل ضرورات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، والتساؤلات حول أصل العالم. يبقى احنا كده خلصنا أول خاصية. تاني خاصية الاستقلال. قالك التفكير الفلسفي إن الفيلسوف دايما مستقل بذاته لوحده. يعني معنى كده مستر أحمد ما بيتبعش حد؟ لا. قال فإن من صفات الفيلسوف الاستقلال، فهو مستقل بذاته ولا يتبع مبدأ التبعية العمياء، يعني ما بيأيدش أي حد كده من غير ما يتأكد من كلامه، لا، فهو يتبع العقل، فبه يبدأ وإليه ينتهي. قال لك دلوقتي التفكير الفلسفي اللي يقوم على مبدأ التبعية، وإنما هو تفكير مستقل بذاته، فالفيلسوف يعتمد فيه فقط على العقل، فصاحب التفكير الفلسفي يبدأ من العقل وإليه ينتهي. ولذلك لأن الفلسفة تأمل وتساؤل. قرار أب بأنه يقبل بزواج ابنته من خارج العائلة، رغم أن هناك تقاليد تمنع زواج البنات من خارج عائلته. هو استقل، قال لك لا، بنتي مش هتتجوز من العائلة. اختيارك لكليتك يكون نابع من حبك لها واقتناعك بها دون تأثير الآخرين. يا ابني خش كلية تجارة هتلاقي شغل، لا، أنا أخش أدب قسم فلسفة. يبقى هنا دلوقتي أنا مستقل برأيي. عندما تتعرض لبعض مشكلات استمع لآراء أصدقائك، ولكني أتخذ قراري بالحل بمفردي. أنا خدت رأيك وخدت رأي ناس تانية، بس المشكلة دي أنا اللي أحلها برأيي أنا، أشوف بقى الرأي اللي يناسبني وأعمله. تأملك في مشكلات كبيرة، وهي إحلال الآلة محل الإنسان، والتي نتج عنها ارتفاع البطالة وتحاول الوصول لحل هذه المشكلة. أنا والله لقيت إن الآلة جت مكان الإنسان وإن في بطالة زادت، فحاولت إن أنا أوجد حل. يبقى ده اسمه استقلال. التأمل. قالك التفكير الفلسفي تفكير تأملي، فالفيلسوف عندما يتأمل فكرة فلا يتأمل فيما سواها، يعني ما يتأملش غيرها. تأمل إخناتون في الكون اهتدى به إلى وجود إله واحد ينظم للكون. تأمل الغزالي في المحسوسات والضروريات، واستخدام التأمل الفلسفي في البحث عن الحقيقة الإلهية وحقيقة النفس وإثبات وجودها بالأدلة. يبقى ده اسمه تأمل. آخر حاجة ونبقى خلصنا حلقتنا النهاردة، ومعلش أنا طولت عليكم، الدقة المنطقية. من صفات الفيلسوف إن هو دقيق مش عشوائي، ده منظم جدا. فهو يبدأ بمقدمات ثم يصل من هذه المقدمات إلى النتيجة، ويفترض إذا كانت مقدمات صادقة إذا تبقى النتيجة صادقة، إذا كانت المقدمات كاذبة إذا النتيجة كاذبة. التفكير الفلسفي يتسم بالدقة المنطقية، فالأفكار الفلسفية هي تصورات تبدأ بنظريات لها مقدمات، يترتب على هذه المقدمات نتيجة، ونفترض أنها تأخذ طابع اليقين.
قام المسؤولين بعمل إحصاءات المدينة التي تقيم بها بعدد الأفراد العاطلين والمتسربين من التعليم، وتم تنفيذ خطة للقضاء على هذه المشكلات. يبقى هو جمع الناس اللي بتنجحش، تمام، وجمع عددهم، وبناء على العدد ده قدر يحل هذه المشكلة ويقضي عليها. وبالتالي كانت النتيجة أن المدينة تغيرت بشكل كبير وأصبحت أكثر تقدما. يبقى دي مقدمات ترتب عليها النتيجة. بكده يبقى احنا انتهينا مع بعض من حلقة النهاردة. انتظروني في الأيام الجاية بإذن الله، هيبقى في حصص للحل. كان معكم مستر أحمد الشاذلي، مدرس الفلسفة وعلم النفس. سلام يا شباب.